أخطر لحظة في حياة الإنسان مش اللحظة اللي يخسر فيها فلوس، ولا اللحظة اللي حد يسيبه ويمشي. أخطر لحظة بجد هي اللحظة اللي يوصل فيها لكل اللي كان نفسه فيه، وبعدين يبص جوه نفسه يكتشف إن الفراغ لسه موجود، كأن كل اللي جرى وراه سنين مقدرش يملى الحتة اللي جواه. اللحظة دي بتكشف حقيقة ناس كتير بتهرب منها. المشكلة ما كانتش في اللي ناقصك، المشكلة كانت في الحاجة اللي كنت فاكر إنها هتكملك. طول السلسلة وإحنا بنتكلم عن سنن القلوب، عن النية اللي بتشكل الطريق، عن الشكر اللي بيغير زاوية الرؤية، عن الابتلاء اللي بيكشف المعادن، عن العلاقات اللي بتظهر حقيقة النفوس. لكن دلوقتي لازم نوصل للنقطة اللي كل المعاني دي بتتقاطع فيها. الحقيقة الكبرى إنك مش جاي الدنيا عشان تجمع حاجات، إنت جاي عشان تتحول لحاجة. الفرق بين أريد وأكون فرق عميق جدا، فرق وجودي. أريد دايما مرتبطة بنتيجة خارجية، وظيفة، فلوس، مكانة، علاقة. لكن أكون مرتبطة بالهوية، بالشخص اللي انت بتتحوله من جوه. واللي ناس كتير ما بتفهموش إن الهوية هي اللي بتصنع النتائج، مش النتائج هي اللي بتصنع الهوية. ناس كتير تقول لما أبقى غني هبقى مرتاح، لما أتجوز هبقى مستقر، لما أنجح هبقى واثق في نفسي. لكن الحقيقة في أغلب الأحيان بتيجي بالعكس تماماً. لما يكون جواك طمأنينة هتعرف تتعامل مع الفلوس بحكمة. لما يكون جواك استقرار هتعرف تختار شريك حياة صح. لما تكون واثق من قيمتك، النجاح مش هيغيرك ولا هيخليك تتكبر. القرآن بيرجعك للنقطة دي باستمرار، بيرجعك لجذر القضية، مش الخارج لكن الداخل. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الشمس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الفلاح الحقيقي مش في اللي تملكه، الفلاح في النفس اللي اتزكت. والتزكية معناها تطهير، تهذيب، بناء داخلي عميق. لأن النفس لو ما اتزكتش، أي نعمة تكبرها وأي قوة تضخم عيوبها. شوف السلطة لما تبقى في إيد إنسان غير ناضج تتحول لطغيان وفساد، وشوف المال لما يبقى في إيد إنسان متبع لشهواته يوصله لهلاكه. المشكلة عمرها ما كانت في النعمة نفسها، المشكلة في قلب الإنسان اللي شايل النعمة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث. سورة الضحى آية 11. يعني اعترف بيها واشكرها واستعملها في الخير، لأن النعمة مش بس هدية، النعمة اختبار. ويمكن اختبار الغنى أخطر من اختبار الفقر. الفقر يكشف صبرك، لكن الغنى يكشف قلبك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من فتنة الغنى كما يستعيذ من فتنة الفقر، لأن الاتنين بيفضحوا حقيقة القلب. طول الطريق وانت بتدور على زيادة، زيادة في الرزق، زيادة في النجاح، زيادة في الفرص. لكن السؤال اللي لازم يتسأل: هل اشتغلت على العمق؟ العمق إنك تبقى إنسان عنده معنى أكبر من رغباته، معنى يخليه يتحمل التأخير من غير ما ييأس، يتحمل النقد من غير ما ينكسر، يتحمل الفقد من غير ما يضيع. لأن اللي عايش بس عشان ياخد أول ما يمنع ينهار، لكن اللي عايش عشان يكون عبداً لله كل شيء بيعدي وهو ثابت. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الآية دي لو استقرت في قلبك هتحررك، لأنك ساعتها مش بتجري ورا النتائج بخوف، انت بتسعى وانت مطمئن. والأمان الحقيقي مش إن مفيش مشاكل، الأمان إنك واثق إن اللي بيحصل ليك مش ضدك، لكن جزء من قصة أكبر ربنا كاتبها لك. وهنا بقى التحول الحقيقي في رحلة القلب. بدل ما تسأل إزاي أوصل للي أنا عايزه، اسأل سؤال أعمق: إزاي أبقى الشخص اللي يستحق ويحافظ على اللي هيجي؟ بدل ما تركز على جذب الفرص، ركز على بناء الكفاءة. بدل ما تركز على جذب الحب، ركز على بناء الرحمة جواك. بدل ما تركز على جذب الرزق،
ركز على الأمانة والاجتهاد، لأن القاعدة بسيطة جدا لكنها عميقة. لما تبقى الشخص المناسب، الفرص المناسبة تبقى منطقية، مش سحر، مش طاقة غامضة، ده منطق إلهي واضح. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يضيع أجر المحسنين، سورة التوبة آية 120. الإحسان مش مجرد نتيجة، الإحسان أسلوب حياة. إنك تعمل الصح حتى لو محدش شايفك، إنك تبذل حتى لو النتيجة اتأخرت، إنك تفضل نظيف من جوه حتى لو الدنيا حواليك فوضى. وده أصعب بكتير من أي تقنية نجاح أو جذب، لأن التقنيات سهلة، لكن تزكية النفس مؤلمة. مؤلمة لأنها بتواجهك بعيوبك، بتكسر غرورك، بتخليك تعترف إن المشكلة مش دايماً في الظروف، أحياناً المشكلة فيك أنت. لكن الاعتراف ده بداية الحرية. الحرية الحقيقية إنك تبطل تجري ورا صورة مثالية وتبدأ تبني حقيقة صلبة. وفي نهاية الحلقة هسيبك مع السؤال اللي ممكن يغير رحلتك كلها: لو ربنا حقق لك كل أهدافك النهاردة، هل هتبقى نفس الشخص اللي بدأت الرحلة بيه؟ ولا المفروض تكون اتغيرت؟ ولو ما اتغيرتش، يبقى إيه قيمة الرحلة أصلاً؟ هل أنت فعلاً عايز تحقق حاجات، ولا عايز تتحول لإنسان أعمق وأقوى؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم طهر قلوبنا من التعلق بما يفنى، واملأها بحبك والثقة بك، واجعل سعينا في الدنيا سعيا يقربنا إليك لا يبعدنا عنك. اللهم ارزقنا قلوبا زكية، ونفوسا مطمئنة، وعملا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل ما رزقتنا عونا على طاعتك، واغفر لنا تقصيرنا، واهد قلوبنا إلى الصراط المستقيم، إنك على كل شيء قدير.